السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعه لكم بوصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص. هي طريقة عمل الجندفلي. هنبدأ بقى في الطريقة. طبعا هنجيب الجندفلي ونغسله كويس جدا عشان ساعة ما بيبقاش نضيف. تمام. هنجيب بصلاية وطماطماية ونبشرها، وده توم وحزمة بقدونس، وده الجندفلي. هنجيب حلة ونحط فيها زيت ونحط عليه البصلاية عشان تتشوح. زي ما انتوا شايفين حطيت البصل على في الزيت، وهبدأ اقلبه واسيبه يتشوح. هنا بعد ما تشوح هنحط عليه الثوم ونفضل نقلب فيه شوية. زي ما انتوا شايفين هنفضل نقلب الثوم والبصل شوية كده مع بعض. ونبدأ نحط عليه الطماطماية المبشورة وهنفضل نقلب فيهم شوية برضو. زي ما انتوا شايفين بصوا الشكل. هنفضل بقى نقلب البصل والثوم والطماطم مع بعض كده، وهنحط عليه توابل هي كمون، فلفل اسود، والملح، ونبدأ نقلبهم مع بعض شوية. بعد كده نسيبهم. زي ما انتوا شايفين بصوا اللون. هنا بعد ما سيبناهم شوية على النار عطونا الشكل ده واللون ده، عرفنا نحط الجندفلي. انتوا شايفين بدأ يفتح لوحده. اهم حاجة في الخطوة دي انك ما تحطلهوش مية او تزودي له مية، هو بينزل مية لوحده. زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيت الجندفلي قلبته شوية وهسيبه لحد ما ينزل مية. هنا صورت لكم عشان اوريكم هو نزل المية. انا ولا حطيت له مية ولا زودت له مية، هو نزل المية لوحده. زي ما انتوا شايفين هنقلبه شوية وهنعصر عليه ليمونة. الليمونة دي بتمنع اي زفرة فيه. هنعصر الليمونة ونسيبها وهنفضل نقلب شوية. نفضل نقلب شوية. زي ما انتوا شايفين. واخر حاجة هنحطها حزمة البقدونس، برضه بتديله طعم حلو. هنفضل نقلب شوية برضه الجندفلي مع البقدونس وكده. زي ما انتوا شايفين بصوا المنظر كان جميل جدا وطعمه كان تحفة برضه. زي ما انتوا شايفين الشكل. هنسيبه بقى يستوى. هنا بعد ما طلعناه واستوى شايفين المنظر كان تحفة قوي وشكله تحفة برضو. ودي كانت طريقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.